ذكرت مصالح إعلامية متطابقة بأن التوقيف طال الشرطي السابق والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وبطل التفاهة بامتياز هشام الملولي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء زوال يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. وأوضحت ذات المصادر بأن هشام الملولي تم توقيفه داخل المطار أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني. وربطت المصادر نفسها عملية التوقيف بشكاية جديدة وضعتها المغنية دنيا باطمة في مواجهة الموقوف على إثر اندلاع خلاف وتراشق للاتهامات بمواقع التواصل الاجتماعي بين الطرفين. فيما رجحت مصادر أخرى عملية التوقيف لوضعيته المعلقة في جهاز الأمن الوطني.